كل الناس اللي اتجوزوا قالوا لي فكرة الحب دي وهمية معقول؟ بتتلاشى بعد الجواز. كل الناس قالوا لي ان الموضوع بيبقى ليه علاقة بمسؤوليات والتزامات تجاه بعضنا وتفهم وقيم واحترام. وكأن اللي اتجوزوا دول ما حدش فيهم ذكر لي فكرة الحب. ذكروها بس مش في الاول. يعني هي موجودة، لو موجودة فهي متأخرة قوي. يعني قصدك بيتغير ترتيبها في الأولويات؟ جدا جدا. انا من وجهة نظري لازم يبقى في حب عشان نتجوز. الحب من وجهة نظري هو واحد من اهم الحاجات اللي بتخلي الجوازات تنجح. الحب طبعا. الستات بيتقال عنهم ان هم بيدوروا على الحب وبيفكروا في الحب، بس في حاجة اهم من الحب احنا لازم نواخدين بالنا منها. هو قد ايه الراجل ممكن يلقط هي بتحب ايه يتعمل لها، مش الحب في المطلق على فكرة. يمكن انا معرفش، حاسس ان ده الكونكشن او الحاجة اللي هتبقى فعلا رابطة، ودي اللي هتعالج كل المشاكل اللي ممكن تحصل. فكرة الحب دي، لان الحب بيعمي الناس عن مشاكل او حاجات تانية كتير في البني ادم. حقيقي، ده حقيقي. موضوع الحب ده بيعمي. صح. يس، هو بيعمي. عشان كده بيقولك مراية الحب عمية. بس ليه المراية العمية دي بعد الجواز فجأة بتتحول لميكروسكوب بيركز بس على أخطائك، بيركز بس على أخطاء الشخص اللي معاه، بيركز بس على الحاجات اللي ناقصة؟ مش قادر أعرف الإجابة بتاعت الموضوع ده. انت حبيتي قبل كده إيمان؟ حبيتي كم مرة؟ لا مش هجاوب على السؤال ده عادي، عشان مش هقول لهم يعني. لا مش هجاوب على السؤال ده. اوكي. السؤال ده بيتكلم على الهيستوري، فانا مش عايز. واحنا المفروض ما نسالش البنات. على المستقبل. احنا بنأهل الناس. ناوي تحبي كم مرة في المستقبل؟ لا يعني هي ما فيش حاجة الحمد لله، يعني بيبقى الواحد قاعد مجهز لها كده. دلوقتي انا بقرر ان انا ايه الاسئلة دي يا اكس؟ في ايه يا بابا؟ في ايه؟ احنا بنتكلم في الجواز دلوقتي لو سمحت من فضلك. ما انا حسيتك حسيت الحلقة دي انت داخلها عشان نفسك. بدور على اللي فات واللي جاي. لسه يا ابو 4، انت اصبر عليا، اصبر عليا. تفتكري يا مان في شكل الجوازة ناجحة؟ اكيد في شكل الجوازة الناجحة الاتنين بيكونوا حاسين فيها ان هم مبسوطين ومتقبلين لمشاكل بعض وعارفين عيوب بعض ومتصالحين معاها. يمكن ده من وجهة نظري، بس معرفش هل انت تتفق معايا او تختلف، انه هل في تعريف للجوازة الناجحة؟ واللي هقوله لك ده من وجهة نظري هو ان الشخصين يكونوا متفاهمين، قاريين دماغ بعض، وفي نفس الوقت الاتنين بيحترموا بعض، ويكون عندهم هدف واحد بيسعوا له، او حتى لو الهدف ده مش واحد، يبقى في احتمالية ان هو يتحدوا في فكرة وجود هدف يتحركوا ليه. علشان اختلاف ده ممكن يأثر جدا على شكل العلاقة. انت عارف من احلى الجمل اللي سمعتها وانت بتقول متفاهمين؟ مرة حد كان بيتكلم عن ان مراته بتفهمه من نظرة عينه. بالظبط. يلا نقوم. فهي في نظرة بيبصها لها. فجأة بتلاقي الكابل دول الاتنين قرروا. هو ده اللي انا بتكلم عليه في موضوع ان هم متفاهمين.